السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المتابعين الكرام، معكم إسلام من قناة إسلام ديزاد. اليوم إن شاء الله بحول الله تعالى جئنا نتكلم عن الموهبة الجزائرية إلياس فيلات، هذا الماكينة التهديفية الذي بات يصنع الحدث بأهدافه الغزيرة. هذا اللاعب يا جماعة من مواليد سنة 2002، يعني عمره 21 سنة بالتمام وبالكمال. وبالإضافة إلى ذلك هذا اللاعب من تكوين نادي سوشو الفرنسي، حيث تم إعارته هذا الموسم من سوشو إلى الدوري اللوكسمبورغي، أين صنع الحدث هناك بتسجيله ل 18 هدف في 24 مباراة. نعم، هذا اللاعب سجل 18 هدف في 24 مباراة. والأمر الجميل هو أنه عمره 21 سنة فقط، وهذا أمر جد رائع. نعم، أنا أعلم ربما البعض سيقول لي يا إسلام الدور اللوكسمبورغي دور ليس بقوي، الدور اللوكسمبورغي ليس معيار. يا جماعة، أنت لما تشوف مثلا لاعب جيتون، هذا اللاعب الذي حاليا ينشط في منتخبنا الوطني الجزائري وحاليا ضمن اهتمامات أكبر الأندية الفرنسية، هذا اللاعب عندما بدأ كان في الدوري اللوكسمبورغي ثم انتقل إلى باستيا، ثم حاليا سينتقل لإحدى الأندية الرائعة والكبيرة في الليغ 1. لذلك لا أحد يجب عليه أن يستصغر الدوري اللوكسمبورغي أو يقول بأن هذا الدوري ضعيف. وزيادة عن ذلك، أنت الآن لما تشوف اللاعبين الجزائريين، أعطيني لاعب جزائري سجل أكثر من 10 أهداف في الدوريات، لا يوجد. حتى في الدوري الجزائري لدينا سفيان بايزيد، هو الوحيد الذي سجل 9 أهداف وهو حاليا هداف الدوري الجزائري. غير ذلك الأرقام ليست بتلك الصورة الكبيرة. حتى الدوري الجزائري الدرجة الثانية لا نملك لاعب سجل أكثر من 12 هدف. ولذلك أنا نشوف بأن إلياس فيلات صراحة لديه أرقام مميزة ولديه أرقام جميلة، ويبشر بأنه قد يكون مستقبل منتخبنا الوطني الجزائري. وزيادة عن ذلك ما يعجبني أكثر من إلياس فيلات هو قوته البدنية. صراحة يعني لديه قوة بدنية رائعة، سواء في الالتحامات، سواء في الكرات الهوائية، وسواء في الضغط على دفاع الخصم. هذا أمر جد مميز في اللاعب إلياس فيلات، وناهيك عن تسديداته الصاروخية والمتقنة والتي دائما ما تسكن الشباك. وزيادة عن ذلك أنا شخصيا جاني الفضول وحبيت نروح ونشوف يعني إحصائيات اللاعب مع راديف سوشو. وصراحة يعني وجدت أنه عنده إحصائيات جيدة جدا مع نادي سوشو، حيث لعب معاهم 24 مباراة مع الرديف وسجل 13 هدف. يعني هذا الأمر يدل بأن هذا اللاعب هداف، واللاعب هذا يملك الحس التهديفي ويعرف كيف يزور الشباك. إذا جماعة، هذا ما كان في جوبة اليوم. حابين نشارككم هذه الموهبة الرائعة التي أنا شخصيا لفتت انتباهي ونالت إعجابي. إن شاء الله في فيديوهات القادمة سنقدم لكم كل ما يخص اللاعبين الجزائريين وكل ما يخص أيضا المواهب الجزائرية بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وفي أمان الله.